تعالوا بقى نشوف طريقة الطبق الجميل قوي دوت اللي ما تكلفش معانا غير حاجة بسيطة جدا. طبق السفود الحلو قوي ده. انت قلت الوجبة دي اسمها ايه؟ بايلا. بايلا. الله. تعالوا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا ايه والمكونات عبارة عن بس ايه. بايلا من غير خضار. بايلا من غير خضار. يعني هي البايلا بتاخد فلفل وبتاخد حاجات كتيرة وكزبرة وحاجات كتير قوي يعني. هي بجد بص كفاية الكابوريا والجمبري شكلهم لوحدهم اصلا خطير. يلا بينا نخش نشوف ايه المكونات بتاعتنا. بقى المكونات بتاعتنا عبارة عن ايه؟ دي اول حاجة الكابوريا مقطعينها، والجمبري، وبصلة احمر كده مقطعينها، ومعلقتين توم مفروم، والتوابل ايه بقى؟ التوابل بقى كاري وكزبرة وفلفل اسود وملح وزعفران، وفي معانا طبعا ايه حبهان ومستكة، دول اللي هم بيحلوا الاكل يعني. ورقة خضروات ده البودر دي. يلا بينا بقى نخش على طعمها حلو برضه في الاكل. انا بحب مرقة الخضروات اصلا. والرز بتبقى احلى. معانا الرز البسمتي. هنعمل النهارده بقى ايه؟ بايلا. دي اكله اسبانيه. هي بتبقى عباره عن ايه بقى؟ اي حاجه في التلاجة، اي بواقي في التلاجة بيعملوها مع الرز، سواء مثلا فراخ، سمك، جمبري، اي حاجه. يلا بينا. بس احنا بقى هننقي بقى حاجات معينه اللي احنا بنحبها واحنا نعملها عشان ايه. انا اخترت الجمبري والكابوريا لان انا بحب اكتر السفود. يلا بينا. يلا. اول حاجه هنعملها ايه؟ هناخد بقى ايه البصل ده. طب نولع النار. اول حاجه بقى بننزل كده بمعلقتين زيت. صح كده بقول صح؟ صح. طيب مش كويس. اخيرا تكرمت وقمت تعمل حاجه معايا. وهننزل بالبصلتين او بصله كبيره. هنديها بقى تقليبه كده ولا تشويحه؟ تقليبه ولا تشويحه؟ هتعمل سوتيه. سيبها شويه، النار هاديه شويه، نعلي النار كده. ابتدت اهي تخش في التشويحه. حاجه ممكن بقى ايه نروح حاطين التوم. يلا بينا نحط التوم. معلقتين صغيرين من التوم او معلقه كبيره توم مفروم. احلى حاجه بقى لما ايه تحط التوابل كلها مع البصل والثوم، هما بيتعملوا سوتيه كده، حط التوابل كلها مره واحده. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه. ريحه التوابل مع البصل والثوم جميل جدا. احنا ضفنا كل حاجه اهو. ودي برضه نحط مرقه الخضروات برضه عشان ايه نبقى خلصنا من كل حاجه، مش هنكتر يعني، شويه صغيرين. لسه بقى فاضل الجمبري والكابوريا. هنحط بقى الجمبري والكابوريا وندي تقليبه بقى كده. الله يا جماعه الريحه بجد. مش عارفه الاضاءه كده ايه. ولع النور كده نشوف الاضاءه. كده بقى بندي التشويحه للجمبري والكابوريا مع البصل والثوم والتوابل بتاعتنا. عايزه اقول لكم الريحه خطيره بجد. بقى التشويحه اهي. بصوا الريحه بجد فظيعه. هنحط بقى الرز بقى دلوقتي. ده سبتم بكم الرز. قفش.
لسه في رز بسمتي في طبعا الرز البسمتي نحاول ان احنا ايه ما نقلبوش كتير عشان خاطر ايه ما يتكسرش. بس هنديله تشويحه كده. نزلنا بقى بقيه الرز كله البسمتي. عايزه اقول لكم هو ينفع بالرز العادي اصلا، هو كان عايز يعمله برز عادي وانا قلت له لا انا بحب البسمتي، فايه عايزه طبعا ما بياخد ممكن ياخد اديني فلفل فرصتي، الوان، اديني فرصتي اتكلم. ياخد فلفل الوان، ياخد بسله، برضه الحاجات دي بتبقى حلوه فيه يعني. نحط دلوقتي الميه. لو مش عارفه تعايري كده هاتي الكوبايه اللي انت عملتي فيها الرز، عينتي بيها الرز، عيني بيها الميه. الله بجد تسلم ايدي. نغطي الرز بقى لحد ايه ما الميه بس تغلي كده فيه، الله. وبعد كده نوطي عليه وبعد صح؟ كده بنغطي عليه. نرفع كده ونشوف اهي. بصوا بتغلى دلوقتي معانا اهي. نديها تقليبه بس عشان ما تلزقش من تحت. وبعد كده ايه عايزه اقول لك الريحه بجد خطيره والله العظيم. نغطيها ونوطي النار عليها خالص لحد ما الرز يستوي. وطي عليها بقى التاتش بتاعي. الله شوف بقى فن عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الله. تعالوا نغرف بقى ونشوف. متنسوش بقى قبل ما تغرفوا بصوا الحبان طالع ازاي. اهم حاجه تشيلوه بقى عشان خاطر ايه محدش ياكله. هنغرفها نجرب شوف هتنجح معانا ولا مش هتنجح معانا. سخنه كانت عايزه تهدى. اجيب لك حته. واو بصوا بقى تحفه. عايزه اقول لكم الريحه بجد خطيره. عشان ما يسيجوا. ايه رايك؟ حلو. حلوه قوي. هو ايه اللي طالع ده منها؟ دخان. ليه؟ ده بصل وجمبري وكابوريا. بجد تسلم ايدك. خلصنا بقى الطبق معانا الجميل قوي دوت اللي هو اسمه بايلا. بجد بصوا الكابوريا مع الجمبري خطير. عايزه اقول لكم الريحه بجد تحفه بجد. دي كانت الطبق بتاعنا. بصوا سهل ازاي بمكونات بسيطه جدا وعملته احلى وجبه. وجبه سيفود. تعالوا بقى ندوق. بصوا الله. انتي رحتي فين؟ بصوا الله. بجد تحفه جدا جدا جدا. بصوا الكابوريا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. باي باي. متنسوش بقى بعد الاكله الجامده دي كوبايتين قهوه بقى كده على مزاج. قهوه فرنساوي. عايزه اقول لكم الطبق بتاعنا الجميل احلى بكتير. يعني احنا ما حطيناش فيه فلفل الوان بس بجد كان تحفه. هنحط بقى السكر. كده بقى حطينا اهو السكر والقهوه. هنحط بقى كده معلقتين كبار من اللبن البودر. اي لبن عندك بودر. نحط بقى الميه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اعين كده بالكوبايه اللي انا هشرب بيها. كوبايه فنجان
اللي انت حباه، وهنديها تقليبه. اديناها بقى تقليبه كويسه كده زي ما انتم شايفين. نولع بقى النار بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده تمام قوي. جهزت بقى كده الحاجه اللي انا هحط بقى عندها القهوه. بصوا بقى الدوناتس. يلا، والقهوه هي هتبتدي تفور. اللي عايز بقى كوبايه صغيره، اللي عايز فنجان، على حسب ما بتحبوا تشربوا القهوه بتاعتكم فين. بصوا القهوه ابتدت تفور اهي، وابتدت تفور اهي. يلا نقفل بقى. يلا بينا نصب القهوه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، الله، احلى فنجان قهوه. شوفوا معانا القهوه كده بقى. يبقى ختمنا معانا الفيديو بتاعنا الجميل اللي بجد يعني كانت اكله تحفه وخفيفه وسهله وبسيطه جدا. وختمنا بقى باحلى كوبايتين فرنسي كده تحفه.